أسطورة أمنا الأولى فضلت عايشة في أذهان الناس يمكن لحد يومنا ده، وبدأوا يفسروا بيها أي حدث أو جريمة كان من الصعب عليهم إنهم يلاقوا لها حل. ومن الأفكار الغريبة اللي حصلت هي فكرة ربط أمنا الأولى بالإلهة سخمت. خلينا أحكي لك. الإلهة سخمت إلهة الحرب والدمار والفزع، وفي نفس الوقت هي إلهة الطب، وهي عين الإله رع وعشيقة الإله بتاح، وهي من تسبب الأمراض وهي من تعالجها. الحكاية بدأت قديما منذ عشرات السنين لما اكتشف العالم الأثري الفرنسي جورج ليجران واحدة من أكبر خبايا مصر كلها، وهي خبيئة الكرنك. ولما أخرجوها من تحت الأرض كان فيها أكتر من 8000 تمثال، وكان في ذات الوقت في 7 أطفال بيلعبوا فوق تلة في الكرنك بجوار حائط أثناء الحفر بمعبد الكرنك الأساسي، فسقط الجدار عليهم. فزاد نموت الأطفال مع العثور على تمثال للإله سخمت، وده تسبب في تغذية قصة أمنا الغولة اللي بتاكل العيال. شكلها المخيف والمرعب كان سبب في فزع الأهالي، وعلى طول تم الربط ما بينها وما بين أمنا الغولة. انتشرت إشاعات عن أمنا الغولة اللي بتخرج بالليل من معبد الكرنك تاكل العيال الصغيرين. وطبعا احنا ما نتوصاش عشرات الحواديت عن لعنات الفراعنة والناس اللي بيأكدوا انهم شافوا خروجها وشافوها وهي بتاكل العيال. طبعا في اللحظة دي امتنع العمال عن الحفر في المعبد، وتعاملوا مع تماثيل سخمت على انها شر مطلق. الخواجة الفرنسي يا عيني كان بين نارين، مش عارف يكمل حملته ومش عارف يعمل ايه مع العمال. بس في اللحظة دي بتيجي في دماغه خطة جهنمية، ياخد بعضه ويطلع على الكرنك ويمسك في ايده بردية قديمة ويقعد يقول كلام بالهيروغليفي ويعلق صوته جامد. حتب دي نسو أمون رع سخمت نبت يت. وبعد ما يخلص بيطلع على العمال ويقول لهم أنا عملت تعويذة سحرية على أمنا الغولة وحرقتها وخليتها تلزم مكانها. وفي النهاية طبعا بيقتنع العمال إن الخواجة أبطل سحر الغولة، وبتنتهي القصة دي بشكلها الحالي عشان بعد شوية تتولد من رحم الأسطورة دي أسطورة تانية، وهي إن زي ما سخمت من الغولة بتاخد العيال، هي كمان عندها القدرة إنها تجيبهم. فبقى الستات تروح عند تمثال سخمت تتبارك بيه وتطلب منه الأطفال. ومن القصص الطريفة اللي اشتهرت قصة عن راجل اتجوز 1 و2 و3 و4، وكل مرة ياخد الست ويروح يوديها عند تمثال سخمت علشان تحمل، وفي كل مرة ما كانش فيه ولا واحدة من مراتاته بتحمل، عشان يقرر في النهاية انه يجيب فاس ويروح يكسر تمثال سخمت. بس كده، ده كل اللي كان عندنا عن موضوع من الغولة. امال فين السلعوة وابو رجل مسلوخة؟ لا، دول هيكونوا الحلقة الجاية بقى ان شاء الله. وفي النهاية مش حابب أنظر أو أقول إيه الصح وإيه الغلط في التربية، ولكن الأكيد إن الحواديت والقصص شيء مهم جدا، وبتكون أفكار ومعتقدات أولادكم، وبتزود من ارتباطهم بيكم وحبهم ليكم. وبدل ما نحكي لأولادنا عن قصص غولة لازم نخاف منها أو بطل خارق غير حقيقي عايزين ولادنا يبقوا زيه، احكوا لأولادكم عن الأبطال الحقيقيين، أبطال في الماضي صنعوا الوعي والمجد والعزة، وأبطال في الحاضر لسه بيدافعوا عن كرامتهم وعزهم وأرضهم. بس كده، لو مهتم بالنوع ده من الحواديت اعمل شير ولايك وسبسكرايب، واستنى الحلقة الجاية علشان تسمع بقية الحواديت. دمتم في أمان الله، وبعيد عن أمنا الغولة ورجل مسلوخة والسلعوة.